الفيديو اللي فات انا اتكلمت عن الجمل اللي اوعى تقولها للتاجر عشان ما يشوفكش زبون ويلبسك في حيطه. تعال النهارده بقى اقول لك على الحاجات اللي تدخل تقولها للتاجر. واحنا النهارده معانا 5 حاجات تقولها للتاجر، هيعرف على طول ان انت فاهم ومش هيديك اي حاجه. فما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وهات لك قلم وورقه كده وكوبايه شاي ولا حاجه، واكتب ورايا العبارات اللي هقولها دي بحيث ان وانت بتشتري لابتوب ما تتخيطش تبقى عارف يعني انت بتشتري ايه، او مش عارف انت بتشتري ايه قوي. يعني انت مش هتبقى فاهم في الموضوع قوي تقنيا، ولكن مش هتدي مساحه للي قدامك يعرف ان انت مش عارف. فتنساش بقى ان انت تشترك في القناه، ويلا بينا نشوف الموضوع بتاعنا. اول حاجه واهم حاجه بتهم معظم الناس اللي بيشتروا لابتوب، هي ما تعتبرش اهم حاجه قوي بالنسبه لناس، وفي ناس تانية بتبقى مهمه ليها، واللي هو بالمناسبه هيكون موضوع الفيديو اللي جاي، اللي هو ان الحلو ليك مش حلو لغيرك والعكس. ولكن من الحاجات المهمه في اللابتوب هو كارت الشاشه. وخلينا متفقين ان اي لابتوب جواه كارت شاشه خارجي او كارت شاشه منفصل من انفيديا او من اي ام دي، هو هيكون افضل من كارت الشاشه المدمج جوه المعالج. فاول حاجه هتسالها كده للراجل اللي هو انا عايز لابتوب بكارت شاشه خارجي او كارت شاشه منفصل، او كارت شاشه مش اللي مدمج مع المعالج. يعني لو عايز الجمله على بعضها كده، فانا عايز لابتوب بكارت شاشه منفصل، او عايز لابتوب بكارت شاشه غير الكارت المدمج مع المعالج. هنا البياع هيتخض، اللي هو ايه ده جاي لنا زبون فاهم. وانت طبعا بما انك بتتفرج على الفيديو ده فانت ممكن تكون مش عارف الفرق ما بينهم اصلا، ولكن اي لابتوب بيكون فيه كارت شاشه منفصل هو بيكون فيه معالج تاني، تقدر تقول كده هو فيه 2 بروسيسور. في بروسيسور اللي هو السي بي يو، بيبقى فيه الجي بي يو او معالج رسوميات. ده بيبقى بروسيسور بكل اختصار، ولكن يعني اداؤه الوحيد وشغله الشاغل هو الجرافيك او اي حاجه انت بتشوفها على الشاشه. فاساله، قول له انا عايز لابتوب بكارت شاشه. بعد ما تساله السؤال ده، ايا كانت الاجابه اللي هيقولها لك، فهو اللاب هيكون كويس، يعني هيكون معقول وافضل بكتير من لو خدت لابتوب من غير كارت شاشه منفصل. طب انت عايز تعرف بقى الكارت اللي هيقول لك عليه ده كويس ولا لا؟ دي حاجه تتوقف على الميزانيه بتاعتك. اكتب لي الميزانيه بتاعتك في الكومنتات، وانا هجمع الكومنتات كلها بالميزانيات كلها، وهديكوا الترشيحات اللي هي اللابات اللي تنزل تشتريها على طول. يعني اكتب لي انت ميزانيتك كام واستخدامك ايه. اهم حاجه استخدامك ايه، لان الحلو ليك مش حلو لغيرك. تعال ندخل على النقطه الثانيه. تاني حاجه هتسال فيها وهي المعالج، لان هو تاني اهم قطعه في الجهاز. المعالج هنا انت لما هتيجي تساله هيقول لك مثلا لا ده جاي ببروسيسور كور اي 7، ما تاخدش منه الكلمه وتسكت. مبدئيا احنا عندنا شركتين بيصنعوا معالجات، انتل واي ام دي. فسلسله كور او الترا دي تبع انتل، يعني كور اي 5 كور اي 7 السلسله دي هي تبع انتل. طيب في ام دي عندك رايزن. والكلام ده انا بتكلم في حاله لو انت راح تشتري جديد. لو انت راح تشتري مستعمل فانت ممكن تسمع مثلا رايزن او مش رايزن، تسمع اي ام دي مثلا اي 10 اي 12. كل المعالجات اللي اولها ايه دي ارميها في الزباله، ما تفكرش فيها اصلا. ولكن بكلمك في حاله ان انت راح تشتري لاب جديد، فانت هتسمع في ام دي رايزن او هتسمع في انتل كور او كور الترا ايا كان. لما يجي يقول لك مثلا ان المعالج هنا هو كور اي 5 مثلا، ما تاخدش منه الكلمه وتسكت زي ما قلت لك، لا انت هتساله من الجيل الكام. طب معلومه ليك تبقى عارفها، ان انت عندك انتل وقفت انتل كور اي مش عارف كام لحد الجيل ال 14. يعني كور اي 5 كور اي 7 هو اخره كان الجيل ال 14. بعد كده نزلت بمعالجات جديده اسمها الترا، كور الترا. فلو قال لك ان اللاب ده مثلا فيه كور الترا 7 فتمام، يعني اللي هو جيل جديد مش حاجه قديمه. طب لو قال لك كور اي 5 مثلا كور اي 7 جيل 13 جيل 12 جيل 14 تمام. اقل من كده فانت تعرف ان انت هتاخد لاب مركون كتير في السوق. بالنسبه لاي ام دي فانت لحد اللحظه الحاليه اخرك الجيل التاسع. فهيقول لك مثلا انا عندي لاب رايزن مثلا اي ام دي رايزن 7 5 ايا كان برضو، من الجيل التاسع الجيل الثامن الجيل السابع تمام. قبل كده بلاش، اعرف ان انت هتاخد لاب برضو مركون في السوق بقاله فتره. هنا بقى التجار بتوع الاستيراد بيصطادوا في المايه العكره. يجي يقول لك ايه، انا عندي لابتوب من الجيل العاشر او عندي لابتوب من الجيل الثامن، وهو من فئه الايه اللي هي اصلا كانت بتتصنع ايام 2012 و2013 والفتره دي. فلو سمعت كلمه ايه
اي ام دي ايه ايا كان بقى جيل كام، ارمي في الزباله، ما تبصش، ما تفكرش تشتري اصلا. يبقى انت هتروح للتاجر كده تقول له انا عايز البروسيسور يكون جيل جديد، هيجي يقول لك انا عندي مثلا كور اي كذا او رايزن كذا، هتعمل بقى اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه، اللي هو هيقول لك مثلا جيل 14 اعتمد، جيل 8 او جيل 9 في رايزن اعتمد، قال لك جيل 12 13 وشفت ان السعر كان صفقه، شغال. فاهم الفكره؟ عشان بس ايه، ما يعني ما تروحش تكسفنا مع الراجل. تالت حاجه مهمه في الجهاز وهي الرامات. اول حاجه هتسال عليها وانت بتشتري اللابتوب، اول حاجه، هل الرامات ملحومه على البورده؟ ولو فكك منه، لو لا اساله هي كام سلوت. يعني ايه؟ انت عندك في انواع من الرامات، في انواع من اللابات، زي يعني لابات من لينوفو، كان يعني باشمهندس محمد سميح كان اتكلم عنها كتير، اللي هي اللوك اسينشال. اللابات دي يعني في منها موديل الرامه ملحومه على البورده، يعني لو افترضنا ان الرامه باظت مثلا فانت اللاب كله راح، افترضنا ان انت عايز تعلي الرام، مفيش، فاللاب ده ابعد عنه، اي لاب الرامه ملحومه على البورده ابعد عنه. هيقول لك لا الرامه مش ملحومه على البورده، قول له طيب هي كام سلوت؟ يعني ايه كام سلوت؟ يعني الرامه اللي جوه او المناطق اللي بتقدر تركب فيها رامات كام منطقه؟ عندك واحده يعني هي رامه واحده اللي راكبه في الجهاز، ولا في مكانين تقدر تركب فيهم رامتين مع بعض؟ طبعا يفضل ان انت تاخد اللي فيه مكانين. هتقولي ليه؟ هقول لك عشان قابليه التطوير. فزي ما اتفقت معاك هتروح للراجل، اللاب ده الرامه بتاعته ملحومه على البورده ولا لا؟ هيقول لك سيبه وامشي. على فكره سيبه وامشي حتى لو باقي المواصفات كويسه. لكن لو قال لك لا ان الرامه مش ملحومه على البورده والمواصفات الباقيه تمام، كارت الشاشه تمام، المعالج تمام، هنا بقى هتساله طيب هي الرامه قطعه ولا قطعتين؟ ويا ترى سلوت ولا سلوتين؟ ايه اللي انا قلته؟ انا شرحت من شويه موضوع السلوت، موضوع الرامه قطعه ولا قطعتين، بمعنى ان انت لو اللاب عندك راماته 16 جيجا، فال 16 جيجا دي مقسومه 8 ولا قطعه واحده 16؟ ويفضل ان انت تشتري القطعه الواحده ال 16. هتقول لي ليه؟ اقول لك في الاداء، لو دي دي ار 4 يفضل ان انت تاخد القطعتين، لو دي دي ار 5 مش فارقه، ولكن انا بقول لك خد اللي فيه قطعه واحده 16 عشان تقدر تطور بعد كده. لان انت الرامات انت ممكن تشتري واحده تانية اخت الرامه اللي عندك وتحطها في الناحيه الفاضيه. طب لو انت ال 16 جيجا دول مقسومين على 8، هتضطر ان انت تشيل واحده منهم وترميها او تبيعها وتجيب واحده تانية مكانها 16 او 32 زي ما انت عايز. وبعد ما يديك رد ان هو قال لك لا الرامه مش ملحومه على البورده، اديله بقى دي في دماغه. يعني بص دي انت لو قلتها له خلاص، يعني هو ممكن عارف يسيب الشغلانه ويقعدك مكانه. قول له مش مهم عندي الرامات ولا المساحه، اهم حاجه عندي كارت الشاشه والبروسيسور. هنا هيعرف ان انت راجل فني صنايعي فاهم انت بتقول ايه. وعلى ذكر المساحة تعال ندخل على النقطة الأخيرة، وهي إن أنت أوعى تسأل عن المساحة كام جيجا وخلاص. أنت اسأله النوع الهارد اللي جوه اللاب، بمعنى إن أنت في عندك أنواع كتير للتخزين. يعني أنت كان عندك فيه ال HDD، SSHD، SSD، SSD M.2، اللي هو ال M.2 SATA، وفي ال NVMe. في ال NVMe بقى في الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس. فشغلانه كبيره سعادتك. فانت اللابات اللي موجوده دلوقتي 99% منها ما بقاش فيها الاتش دي دي خلاص، بقت بتعتمد كلها على الام في ام اي. ولكن هتلاقي في لابات بيكون فيها هاردين، بيكون فيها واحد ام في ام اي وده بيكون للسيستم والبرامج والحاجات اللي زي دي، وواحد تاني بيكون اتش دي دي وده المخزن بتاعك، ده اللي انت بتخزن عليه. الاتش دي دي بيكون بطيء شويتين 3 4. فلما يكون قدامك لاب مثلا مساحته تيرا ولا 2 تيرا ما تفرحش، لان المساحه دي غالبا هتكون اتش دي دي. عشان تاخد المساحه دي في الام في ام اي هيكون السعر عالي. فما تسالش عن المساحه ولكن اسال عن نوعها. اساله نوع التخزين اللي جوه اللاب ايه. هنا هيرد عليك هيقول لك ان في ام اي او ام دوت 2. لو قال لك اتش دي دي فكك منه، يعني خلاص، الا لو معاه واحد تاني، يعني لو هاردين اللي راكبين في الجهاز. لكن وما ينفعش اقول على الام في ام اي هارد بس، يعني امشي معايا. يعني ليه ما ينفعش اقول عليه هارد؟ ابقى اعمل الموضوع ده في فيديو منفصل، نبقى نتكلم في الموضوع ده بقى تقنيا. ولكن امشي معايا، خدني على قد عقلي وامشي معايا. هتساله عن نوع مساحه التخزين هيقول لك ام في مي او ام دوت 2 ايا كان اللي هيقوله لك. بعد كده تقدر تساله على حجم المساحه، هنا تمام. لكن في ناس انا بشوفها تدخل ايه اللي هو اللاب ده كام جيجا المساحه بتاعته؟ لو قال له 1 تيرا يبقى اللاب ده تمام، قال له 512 فاللاب ده مش حلو.
انت بتعمل ايه يا صاحبي؟ مفيش حاجه اسمها كده. انا صوتي تعبان شويه معلش، بس يعني انا ما اعرفش انتوا استحملتوني ازاي طول الفيديو بصوتي ده، في ضفدعه بتكلمكم. ولكن يعني الكلام ده كان ممكن تساله زمان، ايام ما كانت يعني هو معالج ولا معالجين اللي في السوق، ويعني ما بتخرجش براهم. كان ايام كده 2010 او 2009 كان هو الكورت ديو موجود، هو كل الناس بتشتري كورت ديو، خلصنا على كده. فالكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي، فكك من المساحه خالص. وخد بقى الكلمه الاخيره اللي هتقولها له: انا لا فارق معايا رام ولا فارق معايا مساحه. اتكلم على طول في البروسيسور وكارت الشاشه، الرام والمساحه. ودي معلومه ليك: الرام والمساحه تقدر ان انت تغيرهم في اي وقت، تقدر ان انت تعلي وتزود وتعمل اللي انت عايزه في اي وقت، لكن المعالج وكارت الشاشه مش هتقدر ان انت تغيره. وعلى ذكر المعالج، خد النقطه دي بونص كده: اساله فئه المعالج ايه. بمعنى ان انت في عندك يو، في عندك اتش، في عندك اتش اكس، وفي عندك اي اي. يعني في معالج بيبقى في اخره اي اي، فكك منه، لان انت غالبا مش هتستخدم الام بي يو اللي بيبقى موجود في المعالجات، ويعني ما بقاش لها استخدام، يعتبر بحس ان هي رمي فلوس على الارض. ولكن في ناس معينه بتستخدمها. اصل انا بتكلم على 90% من المستخدمين العاديين، هو مش هتفرق معاه. هو بس كل حاجه دلوقتي بقوا بيحشروا وراها اي اي ويضرب السعر في 2. خليك معايا. لو قال لك يو، فاعرف ان المعالج ده هو موفر في الطاقه، يعني مش هتاخد منه اعلى اداء، ولكن هو بطاريته هتعيش معاك شويه، يعني اللاب بطاريته هتقعد معاك حبه. لو قال لك اتش، فاعرف ان هو يعني هاي برفورمانس، يعني اللي هو لاب اداؤه عالي. طيب لو قال لك اتش اكس، فده معناه ان المعالج اللي جوه قريب نوعا ما من المعالج اللي بيتحط في البي سي. ومهما كان المعالج اللي موجود في اللاب، فهو بيكون اضعف من البي سي، لان انت محكوم بتي دي بي، او محكوم بصرف طاقه معين، بسبب ان انت عندك التبريد وعندك البطاريه مش هتستحمل ان انت تفتح لها الطاقه. يعني فاهم الفكره؟ فعندك الاتش اكس دي بتبقى اعلى فئه في اللابات، اعلى فئه في المعالجات اللي بتكون في اللابات. فخلي بالك من النقطه دي برضو. تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. انا عارف ان ممكن طولت عليك شويه، عارف ان انت ممكن صدعت من صوتي ده، ولكن شكرا ان انت كملت الفيديو لحد الدقيقه دي. تنساش بقى ان انت تكتب لي كومنت كده، تصبح ولا مسي. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.